شاهد أحدث ظهور للشيخ محمد بن زايد بعد تدهور حالته الصحية. استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، وتناول اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبو ظبي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تعزيز شراكتهما بما يخدم مصالحهم المشتركة. كما تطور اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، بجانب عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون مستشار دولة الإمارات وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن تأجيل زيارته إلى الإمارات بسبب إصابة الشيخ محمد بن زايد بوعكة صحية. اطمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا على صحة نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك إثر وعكة صحية ألمت به بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية. أفاد بيان الرئاسة التركية بأن أردوغان أعرب لنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد